اللحظات بينما بانهم يلعب الكرة الطويلة. رضا محمد حاتم جناح على اليسار بالنسبة لنادي النجف الذي يحاول بكرة عالية ممتازة بالرضا، لكن الاستلام وإبعاد الكرة بالرأس مباشرة. سفيان فيغولي هنا كرة تلعب إلى الأمام من جانبي الأقرع، لكنها تصل مباشرة إلى حارس مرمى نادي النجف الحارس أمجد رحيم الذي يبحث عن خروج جديد بشباك نظيفة بعد ما خرج لأول مرة في المباراة الماضية أمام الطلبة. الحارس الذي تلقى 8 أهداف حتى الآن، حارس مرمى نادي النجف، 8 أهداف التي دخلت مرمى النجف أو 10 أهداف، 3 في أربيل وهدف في ديالى 4، هدفين في الموصل و4 في الميناء، 16 أهداف دخلت مرمى أمجد رحيم منذ انطلاق الدوري حتى اللحظة. هنا كرة تلعب، البشير يحاول، هذا البشير يلعب الكرة عالية ممتازة في الجهة الأخرى، نقلت الكرة من جانب شوبر علي، عادت إلى سفيان فيغولي ابن الجزائر. هنا يحاول محارب الصحراء تمريرة وصلت إلى محمود أحمد، لكن هنالك مخالفة، ضربة حرة مباشرة. هذا محمود أحمد القادم من نفط البصرة، لاعب السابق للطلبة والحدود. والسيد علي عبد الجبار أمامك صاحب 40 سنة، المدرب السابق للقوة الجوية والنفط ميسان وكذلك لفريق القاسم في دوري نجوم العراق. محاولة تلعب الآن، عملية المرور، ممتاز محمود يلعب الكرة لكن لم يقرأ التحرك كما الأقرع بكرة أقوى يحتاج إلى ذلك. رضا محمد حاتم يتقدم، رضا على الجهة اليسرى يحاول رضا يلعب الكرة العالية لافة، لكن لامين سمتا الغاني أو الغامبي من جمهورية غامبيا. هنا المحاولة تلعب إلى الأمام من الإثيوبي بانوم، تعود مرة أخرى ميلاد يمرر في الخلف، وكرة من الطرف من جانب أيمن رزيج ينقلها عالية إلى الأمام وإبعاد من جانب حمزة عدنان. تدخل في هذه اللحظة، يلعب محور ثالث حمزة عدنان كابتن الفريق علي فاز، قطع للكرة من الأقرع الذي سجل هدفين في مرمى نفط ميسان في الجولة قبل الماضية، وهدف جميل جدا كان في مرمى فرسان المملكة. هنا محاولة تلعب من الهدفين الذين سجلهما الأقرع، بينما نسيم صيود هدفين، بانوم هدف، رضا فاضل هدف أو هدفين، وهدف عكسي سجل للنجف في مرمى إربيل. هذه أهداف النجف الست التي سجلت. أمامك سيد عصام حمد 52 سنة لمدرب نادي أمانة بغداد، الهيد كوتش في المباراة. هنا محاولة تلعب رأسية ولكن لم تأتي مع رضا محمد حاتم. هنا مدافع اليسار محمد حسن كوجي، اللاعب القادم من الصناعات الكهربائية، ولطالما كان هذا الفريق رافدا للأندية التي يدربها السيد علي عبد الجبار. حقيقة هذه كرة تلعب، هل هنالك لمسة يد على البشير؟ لا شيء يشير حكم المباراة. على الطرف أمانة بغداد، محاولات لمسة وكرات، من يضمد جراحة على حساب الآخر؟ هل النجف على حساب أمانة بغداد أم أمانة بغداد على حساب النجف؟ يقول البعض أنه يضمد جراحة وقادم من فوز النجف، لكن 4 مباريات خسر فيها نادي النجف، وليس هذا المستوى الذي تنتظر جماهير النجف. دائما ما جماهير النجف تتأمل الكثير من هذا الفريق وينتظرون الكثير من الفريق التاريخي الذي يشارك منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم في دوري نجوم العراق باستمرار، مسماه الجديد دوري العراقي، سابقا دوري الممتاز، دوري آسيا سل. الله الله الله، ركسية بذكريات علي هاشم، بذكريات كبار المهاجمين في نادي النجف. هنا رأسية تلعب من علاء عباس من الأباتشي، لاحظ هنا الكرة العرضية التي لعبت وعلاء كان ينتظر على الواقف بالرأس، الكرة الرأسية أبعدها هذا الحارس الذي بذكريات أحمد جاسم أيضا يبعد الكرة من مرمى نادي أمانة بغداد، وذكريات نجفية كبيرة للاعب سابق وحارس سابق. وهنا محاولة تلعب الآن من جانب شبر علي، اختصاص الكرات الثابتة. الله الله الله، ناويها على شر على عباس في مباراة اليوم، ما ناوي على خير أبدا، ناوي على كرة رأسية في 90 أو على مقصية. ماذا سيأتي بالشيء الجديد في هذه المباراة على عباس؟ ركنية كما يشير حكم المباراة الذي يقول مساعده إن أيمن رزيج قد وصل إلى الكرة ومس الكرة قبل أن تغادر أرضية الملعب، وبالتالي مرة أخرى ركنية على يسار هذا الحارس وسام علي.
حارس شاب بدأ في فئة الشباب من اكتشافات مدربي الشباب في نادي أمانة بغداد، ورحل إلى الفرقة أو الفريق الرديف، والآن يتواجد في الفريق الأول في الدوري الممتاز. الموسم الماضي كان موجود مع نادي أمانة بغداد، بينما هنا الكرة التي ستلعب من جانب شبر علي، الكرة العالية هذه واحدة، بينما الكنترول الذي يترك إلى رضا محمد حاتم. رضا يلعب الكرة، رضا ابن المدينة العاشقة لكرة القدم، المدينة التي كلما كان ناديها يعاني كانت السند الأول، مدينة القاسم في محافظة بابل، والذي بدأ من الفئات العمرية في نادي القاسم حتى رحل إلى الفريق الأول، ومن ثم انتقل إلى الزعيم في الموسم قبل الماضي، وبعد ذلك حرك الكرسي باتجاه غزلان البادية حتى بقي مع الغزلان موسم جديد. بينما هنا المحاولة التي تلعب من جانب زيدان عبد الجبار، يحاول زيدان في الوسط، قاسيموف في الكرة باختيار قاسيموف المحترف الأوزبكي، يلعبون الكرات والمحاولات، تقدم إلى الأمام، المحاولة تنقل من أحمد عبد الحسين، نجفي جديد، حضور كبير للاعبين خرجوا من هذا الفريق الأزرق والأسود في مباراة اليوم، بينما بانوم في افتكاك شرعي كما يشير حكم المباراة، استلام البشير، سقوط البشير حكم المباراة على ذلك، أشار بوجود مخالفة، ضربة حرة مباشرة للبشير بن محمد. الواضح أمامكم المحترف التونسي الذي يقضي الموسم الثالث مع فريق نادي النجف، هذا البشير الواضح أمامكم، لاعب حقيقة إن ظهر فسيبدعك وإن اختفى ستسأل عنه أين ذهب. وهذا التدخل الأخير الذي كان من بانوم على أحمد عبد الحسين. مباراة قوية، مباراة قمة جماهيرية حقيقة من ناحية الحضور الكبير، تجمع ما بين زاخو والغراف هنالك في استاد الناصرية الدولي في محافظة ذي قار، وفي بغداد مباراة جرداء من الحضور الجماهيري حقيقة، قليل الحضور في ملعب الشعب الدولي، زعل جماهير النجف مع فريق أمانة بغداد الذي لا يعتبر من الفرق التي تملك القاعدة الجماهيرية. الأقرع في موقف متسلل في هذه اللحظات. إذن كمال المغربي صاحب 31 سنة يقع في مصيدة تسلل نادي النجف. هنا أمجد كامل يتحدث مع اللاعبين، هنا تسلل واضح، برافو مساعد الحكم أمير عباس كان حاضر وأشار إلى وجود التسلل في اللقطة الأخيرة. محاولة تلعب الآن مرة أخرى لصالح لاعبي نادي أمانة بغداد، تقدم زيدان عبد الجبار لكن إبعاد للكرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. أمجد كامل يعطي مخالفة إلى محمد جاسم، الاسم النجفي الذي دائما ما يكون مميز في خط الدفاع، هذا محمد جاسم فترة من الفترات كان في قمة مستواه، وأمام كابتن الفريق علي فاز تنحى عن شارة القيادة وأعطاها إلى علي فائز. محمد جاسم دائما ما نشاهد أن كابتن الفريق هو محمد جاسم، لكن الآن قيادة ذهبت لعلي فائز. أكيد مصلحة الفرقة هي الأهم، تبقى هي مجرد إشارة قيادة، لأن كابتن الفريق يعتمد على ضوابط في الفريق، والقائد هو الذي يزرع الروح في الفريق، لذلك هم يحتاجون إلى قائد ليعود وليس إلى كابتن فريق. فالأمر الضروري وجود قائد في الفريق. ذكريات آخر قائد كان حاضر في الكتيبة طاهر حميد، وأيضا محمد جاسم في الموسم الماضي كان يعطي حافز كبير للفرقة النجفية. محاولة تلعب، عودة ميلاد في الخلف، قاسيموف باختيار قاسيموف، لف ودار في الخلف، يغير اتجاه لعب الستة. عباس ياسين، أحمد عبد الحسين يتقدم تجاه سفيان في جولي. كل كرة من سفيان عبارة عن طرب، عبارة عن خبرة كبيرة للاعب خبير وكبير. إن المنتظر أن يضيف الكثير لنادي أمانة بغداد، وينتظرون أن يسجل الهدف التاريخي لسفيان في دوري نجوم العراق. تقدم إلى الأمام، زيدان عبد الجبار يحاول يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. زيدان الذي كان مع علي عبد الجبار في القوة الجوية، الآن مع أمانة بغداد، موجود مع عصام حمد.
المدرب الذي يقف على فريق أمانة بغداد. ركنية على يمينه أمجد رحيم. هل نشاهد هدف أول يحضر الآن ويأتي في هذه المباراة لصالح فريق أمانة بغداد. ستلعب المحاولة من خلال الركنية عند محمود أحمد الواضح أمامكم. هذا محمود تعود الكرة عالية، إبعاد ممتاز من جانب حارس المرمى أمجد رحيم. أحمد عبد الحسين يلعب الكرة على الطرف، يحاولون عملية الخروج بالكرة. هل في مخالفة؟ لا شيء، يقول حكم المباراة. عبد الحسين يلعب الكرة باتجاه سفيان فيغولي الذي يشارك لأول مرة أساسيا هذا الموسم مع نادي أمانة بغداد. لأول مرة كان الحضور لسفيان فيغولي أساسيا، وكان قريب من أن يسجل هدف، لكن هنا الإبعاد أتى للكرة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. عالية الكرة تلعب في منطقة الجزاء، رأسية أولى من لامين سمتة أو هذا كمال الأقرع، مطالبة بلمسة يد. سفيان على كرة يرسلها لكن إلى خارج أرضية الملعب بعد تدخل شبر علي أمجد كامل لا يشير إلى شيء. آخر زيارة للنجف إلى بغداد خسر أفاز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من موسم 23-24 على أمانة بغداد بواقع هدفين مقابل هدف. – 2003 حتى الآن 28 مواجهة، تعادل في 9 مواجهات، 9 انتصارات للنجف و10 لأمانة بغداد في كل البطولات ما بين الكأس وما بين الدوري. إذن تقنية الفيديو لا تقول شيء، وهذه كرة عالية إبعاد ورأسية لكن مخالفة. حكم المباراة يقول مخالفة، ضربة حرة مباشرة لصالح حمزة عدنان على كمال الأقرع في هذا التدخل الأخير. تقدم إلى الأمام. رمية جانبية في هذه اللحظات. تأتي المحاولة، هذا حمزة عدنان على التنفيذ. قطع الكرة كان من جانب محمود أحمد، وعادت الكرة في الخلف عند حارس المرمى أمجد رحيم. محاولات تستمر، وهذا علي فائز الذي يتقدم في هذه الكرة كابتن فريق نادي النجف. يلعبها على الطرف إلى حمزة عدنان، يعيد الكرة في الخلف، 3 في المحور الخلفي يعتمد عليهم السيد علي عبد الجبار. بينما نقلات ومحاولات مستمرة في دفاعات نادي النجف للخروج بالكرة. كرة إلى الأمام، محاولة تلعب والبشير يتقدم لكن خروج وسام علي. كرة تلعب ومحاولة إبعاد، تدخل وحكم المباراة لا يشير إلى شيء. محمود أحمد يطالب بمخالفة لكن
لا جواب من حكم المباراة على وجود مخالفة. رمية جانبية عند حمزة عدنان، ربع ساعة مرت والتعادل مستمر، بينما كرة تلعب إلى الأمام عادت في الخلف. حمزة عدنان مرة أخرى، إعادة الكرة من جانب علي فائز، يعيدها في الخلف، بينما يلعب الكرة العالية التي تصل في وسط الملعب باتجاه اللاعب محمد حسن كوجي، والإشارة بوجود مخالفة لصالح محمود أحمد. هادي السيد أمجد كامل يلتزم بالهدوء والابتسامة ليمتص غضب اللاعب حكم المباراة، وظيفته تهدئة الأوضاع في الملعب وتسيير المباراة. كرة في الوسط، محاولة مرة أخرى، قاسموف باختيار إلى سفيان فيغولي، سفيان الجزائري يحاول مرة أخرى، بانوم، محمود يقطع الكرة، سفيان غاضب من إعادة الكرة إلى الخلف. سفيان أنت تعلم الكرة تحتاج إلى وقت للخروج بها ولتنظيم نجوم جديد وعقلية احترافية. رأسية لمين سمتة وصلت إلى حارس المرمى وسام علي، هذا لمين وهنا أمجد كامل، قطعت على حكم المباراة باختيار قاسموف على الطرف. أحمد عبد الحسين إلى قاسموف مرة أخرى، ميلاد موجود، تغيير اتجاه اللاعب، نقلة على المدى البعيد لكن وصلت إلى حارس المرمى أمجد رحيم. بانوم، غاتوش بانوم يلعب الكرة إلى الأمام، فتح الفراغات، كرة تلعب، رضا محمد حاتم عملية الهروب الآن، ينتظر على عباس. ماذا تفعل يا رضا؟ بماذا تفكر يا رضا؟ وكيف ضاعت منك هكذا كرة يا رضا؟ كان من الأجدر أن يكون رضا أكثر تركيز. بينما كرة تعود، محمد حسن يعود إلى الخلف مرة أخرى، حمزة عدنان، حمزة يحاول، حمزة لاعب ممتاز على الطرف لكن يفضل المساندة الدفاعية على الخروج إلى الهجوم. سيد علي عبد الجبار من حمزة عدنان، علي فاز، ضغط من جانب لاعبي أمانة بغداد، بانوم محاولة مرة أخرى، محمد حسن يحاول لكن تمريرات محمد حسن خاطئة. هنالك تدخل على أن حكم المباراة يقول الكرة عند الأقرع، ويعود مرة ثانية إلى كمال، إلى مخالفة. هذا كمال الأقرع، تدخل كان موجود وبالتالي المخالفة التي أقر بها حكم المباراة تنفذ الآن. تعود الكرة، المحاولة عند محمود أحمد، محمود يتقدم إلى الأمام، يلعب الكرة باتجاه ميلاد فلاح على الطرف إلى زيدان عبد الجبار، زيزو كرة عالية في الأمام، كنترول جديد باختيار قاسموف، تمريرة حاضرة أيمن، وهنا تكنيك لكن لم يكتمل في اللقطة الأخيرة. البشير كرة إلى الأمام لكن الرأسية والتدخل. على الطرف أحمد عبد الحسين، سفيان فيغولي، مخالفة موجودة. كرة وتقدم، إعادة الكرة في الخلف، بينما محاولة تلعب على الأطراف
وتقدم في هذه اللحظات حمزة عدنان. الكروس من حمزة، إبعاد من عباس ياسين، تغطية من ميلاد فلاح. مباراة مغلقة حتى اللحظة من دون محاولات فيها خطورة باستثناء محاولة على عباس. بانوم تأخر في إرسال الكرة العالية. محمد حسن إلى بانوم، مرة أخرى إلى حمزة عدنان. تقدم يأتي، يبحث عن كرة في الفراغ رضا محمد حاتم. كرة كانت سريعة، هل يلحق بها رضا؟ بينما الإشارة بوجود التسلل على رضا. في اللقطة الماضية هنا التسلل الذي كان على رضا محمد حاتم. عودة في الخلف مرة أخرى واختيار قاسيموف. في الوسط تعود لصالح نادي أمانة بغداد. أحمد عبد الحسين يحاول وكرة خروج محمود أحمد بالكرة. تقدم لاعبي نادي أمانة بغداد، البحث عن زميل لرؤية أفضل. محمود أحمد، وهنا التقدم إلى الأمام. كرة تلعب إلى سفيان في جوله. الله الله الله، هدف جميل جدا، رسمة تكتيكية عالمية في أرضية الملعب، نقلات وخروج بالكرة ممتاز، وبعد ذلك تمريرة حاسمة على أحسن ما يكون، على أكمل وجه. هنا إبداع نادي أمانة بغداد، إبداع كتيبة السيد عصام حمد في هذه اللحظات. هدف رائع وجميل جدا يأتي من جانب لاعبي أمانة بغداد عن طريق كمال الأقرع المحترف المغربي الذي يسجل ثالث أهدافه في دوري نجوم العراق بعد تمريرة حاسمة جميلة عالمية من سفيان. هذه الكرة هنا من الخلف، كسر التسلل سفيان، وصل بالكرة إلى الأقرع. على خبرة، على لمسة، على كرة ساحرة، وصلت إلى كمال الأقرع، أخرجها من أمام علي فائز باحترافية عالية. سفيان في جول، هذه قيمة لاعب كبير تأتي به إلى الفريق ليصنع لك الفارق بأبسط الحلول، بأبسط الأماكن وبأبسط الكرات. وهنا الحضور، وكمال الأقرع يسجل ثالث الأهداف في دوري نجوم العراق، وهدف جديد يضاف إلى سجل كمال الأقرع في دورينا هذا الموسم. إذا أمجد كامل يذهب في حديث مع تقنية الVAR على أن هل الهدف سليم، هل هنالك تسلل. الإشكالية ستكون على تحرك سفيان في جولي، هل اجتازت القدم علي فائز من الأعلى الكتف؟ تمام، وضعية شرعية مع الرأس. وهنا السيد علي عبد الجبار يشير إلى 4-4-2. يلا نحول النظام، نحول الموقف ليتقدم حمزة عدنان، ولنعطي مركز جديد للرقم 6 في الفريق، أو يصبح على الجناح حمزة عدنان، لا نعلم. يبقى محمد حسن في مكانه، لكن يا حمزة خذ مكانك في الأمام لنضغط أكثر. إذا هل هنالك تسلل في اللقطة التي تقدم فيها سفيان في جولي لاستلام الكرة التي مررت؟ هل كسر التسلل؟ هل كان الموقف شرعي؟ كل هذه الأسئلة مطروحة وننتظر جوابا من غرفة الفار. يا سالم يا عامر، آتنا جواب. هل الهدف سليم يا سيد سالم عامر؟ هل الهدف شرعي أم أن الأمر بعيد عن الشرعية؟ أنا شفت الحالة في كل الزوايا واللقطات التي أعطيت لي بالنسبة لي كمعلق للمباراة الهدف سليم، لكن هل هنالك شيء يدعو سالم عامر ليؤخرنا إلى كل هذا الوقت ليحتسب الهدف، ليؤكد الهدف لحكم المباراة؟ نحن ننتظر السيد سالم عامر، ننتظر جوابا من سالم عامر وفريق النجف الذي يفكر في كيف يعود للمباراة، أم كيف يكون الوضع إن احتسب الهدف أو لم يحتسب. كل ذلك إلى الآن عليه إشكالية، لكن هل هذا الظرف الذي يمر به النجف مقبول؟ هل هذا هو فريق النجف التاريخي؟ هل هذا وصيف الدوري 3 مرات؟ هل هذا الذي يذهب إليه الكبار ليلعب معه في ملعبه ويأتون خاسرين متعادلين
مرهقين حتى وإن انتصروا. وحكم لا هدف يقول حكم الفار. التسلل موجود في اللقطة. إلى أين ذهب بنا سالم عامر؟ في أي زاوية في أي لقطة؟ إذن هدف أبيض يعتبر من الأعلى من نعم. هنالك تقدم لقدم سفيان وتسلل واضح، تسلل حاضر في اللقطة، وهدف يلغى، هدف أبيض، يعود الوضع إلى ما هو عليه 0-0 وبطاقة صفراء على ميلاد فلاح من أمجد كامل. هكذا هو الحال الآن في هذه اللحظات. بطاقة صفراء حاضرة، تدخل الحاضر وفي خطورة في التدخل، في خطورة في التدخل. سلامات لشوبر علي بعد هذا التدخل الأخير الذي كان من جانب ميلاد فلاح الذي يأخذ بطاقة صفراء في الدقيقة 27. ميلاد فلاح ورقة صفراء وضربة حرة مباشرة لنادي النجف. حمزة عدنان يقف على الكرة، حمزة على تنفيذ هذه الكرة وعلى تنفيذ هذه المحاولة. حمزة يقف على الكرة وبالتالي أمجد كامل يعيد الجدار البشري إلى مكانه. التموقع في المسافة القانونية، وهنا كرة سترسل في منطقة الجزاء. أين رأس علاء عباس؟ لكن ممتاز وسام علي، وسام علي ممتاز في التدخل، والكرة العالية تلعب إلى الأمام. فرصة هدف. الله الله الله، عارضة السادة الشعب تقف بوجه نادي النجف وبانوم في الكرة الأخيرة، أو كان إدريس سانيانغ. لا، بانوم هو الذي سدد الكرة، بينما محاولة حمزة عدنان قد يسدد وإلى خارج أرضية الملعب. العارضة منعت النجف من التقدم، والراية منعت أمانة بغداد من التقدم. هذا بانوم الإثيوبي الذي سدد كرة صاروخية على مرمى نادي أمانة بغداد. لاحظ أين وصلت الكرة، مروا من عباس ياسين حطها في الجول، ولكن رفضتها العارضة. نو جول قالت العارضة، وبالتالي المحاولة لم تكن في مرمى وسام علي. لاحظ هنا الكرة التي وصلت والعارضة قالت كلا، العارضة قالت لا هدف. الجماهير النجفية القليلة الحاضرة بدأت تتفاعل هنا مع التحرك. لاعب من أمانة بغداد في أرضية الملعب يعاني من إصابة. هذا فيغولي، كرة واحدة وضعها مباشرة على طبق من ذهب للأقرع. لاحظ محمود أحمد ارتقى. سلامات لمحمود، سلامات لمحمود أحمد، تأثر بعد الهبوط. إذن في استاد الناصرية الدولي تعادل سلبي، في استاد الشعب الدولي تعادل سلبي، لا أهداف في اليوم الثاني إلى الآن. رمية جانبية يعيد حمزة عدنان إلى الخلف قليلا، يعتمد على الجهة التي يتواجد فيها رضا محمد حاتم أكثر السيد علي عبد الجبار. هذا تخوف كله من الأخطاء الدفاعية رأسية من علي فاز. بعد ممتاز من جانبي اللاعب حمزة عدنان، بينما كرة ترسل من إدريس سانيانغ باتجاه البشير، يقف عليه البشير، مر البشير، راح البشير، قد يسدد البشير. هو يا علاء ماذا تفعل يا علاء؟ وأي كرة ضعت يا علاء عباس؟ وجه العتاب عليك يا علاء، التوجيه عليك بالعتاب يا علاء، ماذا فعلت يا علاء؟ لاعب بخبرة علاء عباس كان من الممكن الإنهاء. غضب علي عبد الجبار. لاحظ هذه في الجول، هذه مباشرة في المرمى يا علاء. على المستوى البدني لو كان هو مستوى علاء أيام نفط الوسط وأيام الزوراء لما كانت هذه الكرة ضاعت. يعني
رحلة الاحتراف أتتنا بعلاء عباس مغاير الذي ذهب. هنا مخالفة ودفع على إيتري سانيانغ في اللقطة الأخيرة، وأمجد كامل يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ضربة حرة مباشرة. راحت كرة علاء، راحت كرة بانوم، والمباراة قائمة على تعادل سلبي، لكن بدأت المباراة تتحرك فيها المحاولات، تتحرك فيها المياه الراكدة. وهنا المحاولة التي تلعب إلى الأمام. زيدان عبد الجبار يحاول ينقل الكرة عالية في تقدم يأتي الآن. الكرة عالية ترسل مرة أخرى الرأسية. من ينتظر الرأسية في الوسط؟ ميلاد فلاح حول الهروب بالكرة، سقوط حكم مباراة يقول هنالك دفع من جانب إيدري سانيانغ في الكرة الأخيرة من جانب السنغالي الذي تدخل في الكرة الأخيرة. هذا البشير حاضرا أمامكم. دخول واحد من البشير، فتح لعب ووصل بالكرة إلى علاء عباس. جعفر عبيس، رضا فاضل ونسيم صيود، ثلاثي سيغير الحال في شوط المباراة الثاني. بقي تعادل سلبي. باختيار قاسيموف يتقدم إلى الأمام. الأوزبكي من منتخب الذئاب البيضاء أوزباكستان الذي رحل صوب كأس العالم، صوب أمريكا الشمالية مع كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ونحن في الملحق، ويا أصعب رحلة الملحق. سفيان فيغولي إلى الأمام، تنقل الكرة من زيدان عبد الجبار الذي تغادر كرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة مرة أخرى، عودة إلى الخلف، نقلات وتمريرات من جانب لاعبي نادي أمانة بغداد. قاسيموف يلعب الكرة، سفيان على الطرف، محاولة تصل في هذه اللحظات، البحث عن كمال الأقرع لكنها لم تصل. رأسية ممتازة من إدريس ليتحرر من خلالها رضا محمد حاتم. مخالفة إلى رضا، مخالفة إلى حاتم في الكرة الأخيرة. هذا رضا محمد حاتم لعب حمل رقم 11، بينما هنا يقف على الكرة علي فائز، يمرر إلى بانوم، أو هذا إدري سانيانغ. حرية أكبر لبانوم. الآن لا تفرق ما بين البشير وإدريس وبانوم. إذا كرة إلى الأمام تلعب إلى البشير، محاولة لامين ساماتا يتدخل، استلام من شبر علي، شبر يلعب الكرة إلى إدري سانيانغ. بانوم قد يسدد، بانوم يلعب الكرة على الطرف، طالت على محمد حسن لتذهب إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت إلى الخارج. إذا فتح الطرف في حمزة عدنان، وهذا سفيان فيغولي يريدون كرة بذكريات غالاتا سراي، بذكريات وسام فالنسيا الميريا، ذكريات محاربي الصحراء. هذه كرة تلعب إلى الأمام وتصل إلى علي فائز الذي يحاول إرسال كرة طويلة، وصلت في دفاعات نادي أمانة بغداد. البشير يضغط ومحاولة تلعب، البحث عن زيدان عبد الجبار، زيدان بالكرة الطويلة، يتقدم الآن زيدان، هل يبحث عن فيغولي؟ يتقدم زيدان بمهارة، يحاول، والرأسية من محمد جاسم. لا يمكن السير ما بين الدفاعات في ظل هذه الزحمة والمراقبة، بينما حمزة عدنان يلعب المحاولة إلى الأمام، ورأسية مبعدة من لامين ساماتا. استقبال بالصدر، محمد حسن يمرر كرة إلى بانوم القريب، محمد حسن ينتظر رضا، محمد حاتم، بينما تغيير في اتجاه اللعب اتجاه البشير، لم تصل إلى البشير، وقبل أن تصل أبعدها أيمن رزيج إلى خارج أرضية الملعب. هذا كابتن الفريق، لا في الفريق كابتن اسمه سفيان فيغولي. تغيرت القادة في هذه المباراة، بينما محاولة رأسية من علاء عباس ممتازة من حاتم،
رضا يقطع الكرة إلى البشير، هذا البشير راح، البشير راح يحاول أن يداوي الجراح، يلعب الكرة ينتظر على عباس، ولكن إبعاد في محاولة ثانية من محمود أحمد. إبعاد يأتي من محمود. حمزة عدنان يأخذ الكرة. رضا محمد حاتم، محمد حسن عالية على عباس يرتقي لكنها تعود. بدأ فريق النجف يأخذ الجرأة ليتقدم إلى الأمام أكثر وأكثر بعد المحاولات التي أتت من علاء وبانو. هنا التقدم من باختير قاسيموف، هذا قاسيموف لاعب مثل الخور القطري سابقا، قادم من قوقند الأوزبكي. على الطرف محاولة واصلة بالرأس من جانب محمد جاسم إلى حارس المرمى أمجد رحيم، يكسر التعادل السلبي في هذه المباريات القائمة في الناصرية وفي الشعب. المحاولة ختام اليوم، قوة الجوية يضيف ديالا في استاد المدينة ودوهوك والنفط. أحمد عبد الحسين تغيير في اتجاه اللعب، بينما كرة تلعب إلى أمجد رحيم. عادت الكرة في الخلف من جانب لاعبي أمانة بغداد. الأقرع الآن يتقدم كمال، قد يسدد كمال، هي في الجول يا كمال، يا ضاعت وتدخل محمد جاسم وأنقذ مرمى النجف من هدف محقق لكمال الأقرع، لكن لم يكتب له الكمال. هنا التدخل وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركنية. مباراة تفقد لعنصر الإبداع. محاولة ستلعب الآن وإبعاد من جانب حارس المرمى أمجد رحيم. كرة في الوسط، نقلت وكرات في الخلف. أمجد رحيم يلعب الكرة باتجاه شبر علي، تدخل وفك للكرة لكن مخالفة على شبر علي. هنا العودة إلى الخلف مرة أخرى. لامين سماتا، لامين يحاول، تدخل من حمزة عدنان. محمد حسن في كرة تلعب الآن لصالح نادي النجف. محمد حسن يسدد الكرة، تعود مرة أخرى باتجاه البشير. هذا البشير يحاول، البشير يسدد البشير لكنها لم تصل إلى رضا محمد حاتم. محاولة لنادي النجف، خطورة الآن، إلى الآن هي قائمة، إلى الآن هي منتظرة. والمحاولة التي تلعب على الطرف ميلاد بالصدر، بعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كان مصير المحاولة الأخيرة والخمس دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. إلى الآن نلعب على تعادل سلبي مشاهدينا الكرام.
لا جديد. هذه جماهير النجف حاضرة. إعادة الكرة في الخلف إلى أمجد رحيم. وكرة عالية الرأسية الحاضرة، هذا رضا محمد حاتم، لامين ساماتا. كرة محاولة يستلمها رضا، ممتاز، تقدم الآن من رضا، يحاول يبحث عن علاء عباس، هي كرة علاء عباس، قد يسدد، يلعب الكرة إلى رضا لكن لم تكتمل هذه المحاولات. يحاولون بأكثر من طريقة وبأكثر من مرة، لكن الخاتمة المحاولة الأخيرة التي لا تكتمل دائما. شبر يلعب الكرة لكنها إلى وسام علي، وصلت إلى حارس المرمى وسام علي. هذا وسام. هنا المحاولة الأخيرة التي كانت من جانب شبر علي. الرأسية حاضرة. سفيان فيغولي. مخالفة جديدة بعد هذا التدخل الأخير. إذن 0-0 أيها الأحبة حتى اللحظة. لاحظ مخالفة لصالح أحمد عبد الحسين بعد تدخل من حمد حسن. حيدر عبودي نجم النجفي السابق، مدرب الفريق سابقا مع الكادر التدريبي. كرة في الخلف تعود مرة أخرى، وعودة إلى شبر علي. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أيها الأحبة. لا جديد، 0-0 حتى الآن. وهنا تقدم شبر في انتظار كرة تلعب، نقلة من شبر باتجاه البشير، ضغط من لامين ساماتا، لكن الاكتفاء بالرمية الجانبية. بالكعب من جانب بانوم، تلعب إلى البشير. البشير يرسل كرة عالية على عباس بالراس، لكن إلى أحضان وسام علي. الكرة إلى وسام علي في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي على عباس، اللي يضع كرة رأسية في الشوط الثاني بعد ما حاول بأكثر من مرة وبأكثر من طريق. هنا استلام كنترول من محمود أحمد، دقيقتين ربما يضيف مع حكم المباراة. عباس ياسين عاد إلى الخلف، فكر في الخلف لتعود محاولة على طرف أحمد عبد الحسين. نقلات وكرات، هذا سفيان فيغولي.
ابعاد الكره الى خارج ارضيه الملعب بعد عرضيه سفيان. مره اخرى ادريسا، امجد رحيم، الرأسية والمحاولة من رضا حاتم لكن لم تكتمل. علاء عباس في تسلل في النقلة الأخيرة. إدريسا نيانج يقف على كرة. إدريسا يحاول، إدريسا ينتظر يرسلها عالية. علاء عباس حاول لكن التسلل في اللقطة الأخيرة. تسلل حاضر في اللقطة الأخيرة. رفع اليد من جانب السيد أمجد كامل. هنا التقدم الذي كان لإدريسا نيانج. إذن حكم المباراة أضاف دقيقتين. نحن نلعب في الدقيقة الثانية. بعد هذا الإبعاد والاستقرار للكرة سينهي أحداث حكم المباراة. قاسيموف، باختايار على الطرف، زيدان، إبعاد الكرة لكن يترك الأمور إلى اتجاه الرمية الجانبية حكم المباراة. إذن أيها الأحبة أيها المتابعون، حكم المباراة السيد أمجد كامل ينهي أحداث هذا الشوط بتعادل سلبي من دون أهداف ما بين فريقي أمانة بغداد وضيفه نادي النجف. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبيل اللحظات من بداية شوط المباراة الثاني. للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول. هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله. اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى دهوك ونادي القاسم ياتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل. هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء. هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذن الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر. ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادات يسجل هدف ثاني. الله 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 على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. النفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. الويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ.
الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد، خروج غزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد 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 الإعادة من أكثر من زاوية، حل من قبل علي علوان، هنا التمريرة وراسية، يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان، وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد 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 تمريرة علي علوان، يا الله على التمريرة، أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية، ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. إلى تيميروف الخطير، تيميروف إلى مصطفى قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول، هدف جميل ولا أروع، أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية، أكيد يقبل الهدية من قابيل، أي هدية أي هدية، مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى معتز، ومعتز وضعها في الشباك، صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري بالأراضي العراقية، عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. اي نعم اي نعم، سيف رشيد يبصم على أول أهداف اللقاء بصناعة إكوادورية، بصناعة إكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلال هالأنيق أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء. تركيز عالي، سايمون ماسوفا وأحمد بشار ماسوفا، الله 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 الله، عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقب. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة لي. أطلع تستمر والمصاعب إن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمه بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول، حلقت صقور الجبال، نعم حلقت صقور الجبال، لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش، الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر،
ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى فهو يعرف طريق المرمى جيدا وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور جمال دهوك. من جانب عبد المجيد الحسين علي العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم ممتاز يحتفظ بها ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة الله الله بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله بعد صمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات المستمر. الله بس حدثني على الأسيست، على التحضير، على التمرير مشاهدينا الكرام. نعم بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داود. أجمل من الهدف وأغلى من الهدف وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو باحث ضاغط. بداية المباراة، البداية القوية بالنسبة للقبصان الحمراء. عالية ديبوتي، جول ديبوتي أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي، جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية على يمين حارس المرمى هاني شاكر. هدف مبكر لأبناء الخابور، هدف مبكر للمستضيف، هدف مبكر للقمصان الحمراء. ديبوتي أعلنها وأبعدت الآن عن طريق محمد علي عبود. ديبوتي انطلق، ديبوتي لو مرر لشيركو خطير للثاني، الله 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 الله. جول ثاني، هدف ثاني لشيركو، هدف ثاني لأبناء الخابور. جول ثاني، سجل الثاني. أفرح أنصاره ويا سعادة على المدرجات ويا فرحة كبيرة على المدرجات. تطلق الآن بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيركو كريم. استلم الكرة وما كذب خبر، شيركو استلمها من ديبوتي وبعد ذلك سدد الكرة ليتقدم زاخو بهدف ثاني. الحالة السليمة، هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم
أبعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت إلى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث، ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء جول. الله 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 الله، أمجد عطوان، الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان، مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية. والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع، رباعية زاخولية. الله 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 على كرة الرابع، الله على الهدف الرابع. الكرة اصطدت بالقائم وبعد ذلك تسكن الشباك. أيمن الصفاقسي على التنفيذ، أيمن قدام وجول. جول 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 جول. أيمن يسجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن الصفاقسي يسجل. كرة تنقل إلى الأمام والمحاولة واصلة إلى حمزة عدنان الذي يحاول بهذه الكرة، نقلات وكرات، محاولة مرة ثانية في انتظار الجول ومباشرة إلى حارس المرمى، مباشرة كرة وصلت إلى حارس المرمى أمجد رحيم. بهذه اللحظات هنا اللقطة الأخيرة والكرة التي وصلت إلى حارس المرمى أمجد رحيم، تسديدة ومحاولة مباشرة كانت من جانب لاعبي أمانة بغداد. بينما كرة جديدة بينية ومحاولة تعود الآن، هنا التدخل المخالفة، ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب تعود لصالح أسود العاصمة، المحاولة التي ستكون هي الثانية في هذا الشوط. هنا الواضح أمامك البديل حمد عبيد، هذا حمد عبيدي بديل الذي يشارك في شوط المباراة الثاني بديلا لكمال الأقرع الرقم 20 في فريق أمانة بغداد. ضربة حرة مباشرة لصالح سفيان فيغولي، هنالك من ينتظر في منطقة الجزاء. ضربة حرة مباشرة ستنفذ، كرة عالية تصطد بالجدار البشري برضا محمد حاتم، الرأسية موجودة، عودة إلى سفيان فيغولي، سفيان يحاول على الطرف نقلة لأمانة بغداد لكنها مرت من أمام شبر علي في المحاولة واللقطة الأخيرة. الكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. محمد جاسم
وعصام حمد يعاين ما يجري. أمانة بغداد فريق الذي بدأ خاسرا أمام ديالا في الجولة الأولى ب2-1 في استاد الساحر أحمد راضي، وخسر أمام الموصل ب3-0. يعود ينتصر على القاسم في استاد الناصرية الدولي ب1-0، وعاد إلى الانتصار ب4-1 على نفط ميسان في الجولة الماضية قبل أن يخسر من النفط ب3-0. إذن يبحث عن فوز جديد أسود العاصمة. إلى الأمام هذه الكرة، محاولة تعود عند حمزة عدنان. حمزة في كرة ومحاولة على الطرف، محمد حسن كوجي بكرة ينقلها في منطقة الجزاء، لكن تدخل لمين سمت الكنترول من رضا، عادت إلى إدريس، لمسة وأخرى مطالبة بمخالفة، ضربة حرة مباشرة، لكن لا شيء يقول حكم المباراة، وإبعاد جديد يأتي من محمد جاسم في اللقطة الأخيرة. إبعاد جديد، وهذا سفيان فيغولي. تدخل ومخالفة على سفيان فيغولي. رضا محمد حاتم يبحث عن سبيل، عن مخرج في ظل هذه الصعوبات. وهذا الاشتراك في الكرة الأخيرة الذي كان ما بين سفيان فيغولي ورضا محمد حاتم، وأعطى على أثره حكم المباراة ضربة حرة مباشرة. الآن وهنا شبر علي دائما ما ينفذ الكرات الثابتة مع حمزة عدنان، كرات ومحاولات نادي النجف. الآن في انتظار كرة ترسل في منطقة الجزاء، عالية من شبر، واصلة ورأسية، الله! عادت الغزلان سريعا لصولاتها المعهودة، لحضورها الكبير، لتواجدها الرائع والراقي في كل موسم وفي كل جولة. الجماهير القليلة رغم قلة عددها لكنها تعبر عن الأفراح، لكنها سعيدة بعودة الليالي الملاح. وهنا بادرة العودة عن طريق إدريس يانغ أسد ترينغا في محاولة جميلة جدا. لاحظونا هل في أوفسايد في اللقطة؟ الكرة أرسلت رأسية محمد جاسم إلى إدريس يانغ الذي وضعها مباشرة في الجول. السنغالي لعب كرة رأسية بعد ما كانت رأسية أولى، ولعب كرة بقدمه اليمنى بعد رأسية أولى، وضعها في المرمى، وضعها في الجول. وتتقدم غزلان البادية في هذه اللحظات. غزلان البادية تضع الكرة في الجول، تضع الكرة في المرمى، وفرحة متبادلة ما بين رضا فاضل وإدريس يانغ في اللقطة الماضية. هنا السيد علي عبد الجبار، هل في إشكال جديد على وجود تسلل جديد في اللقطة الأخيرة؟ سجل الهدف الأول لصالح نادي النجف، وضعت الكرة في المرمى. هذا حمدي عبيدي يتحدث مع أمجد كامل، وهنا الانتظار لجواب من غرفة الفار. عن ما هو جديد وما هو الشيء الجديد. هنا تأكيد على صحة الهدف، تأتي الإشارة من حكم المباراة الذي يؤكد على صحة الهدف. إذن محاولة تلعب، وعلي عبد الجبار الآن بدأ يسلك طريق الانتصار الجديد. هنا كرة ستلعب من الخلف ونقلة إلى الأمام، محاولة للرد الآن. محمد جاسم يتابع، ضغط موجود من حمدي عبيدي بالسرعة الممكنة. حمدي يحاول ويحصل على الكرة، تعود مرة أخرى بمحاولة جديدة، وتدخل ومخالفة ضربة حرة مباشرة. مخالفة ضربة حرة مباشرة لصالح زيدان عبد الجبار. حمدي حاول وتدخل كان من جانب زيدان عبد الجبار. كان حاضر في المحاولة. هنا لقطة صحة الهدف ومقياس التسلل لقدم عباس ياسين الذي كان يراقب بانوم في اللقطة الأخيرة.
عادت كرة ولعبت مباشرة من الضربة الحرة المباشرة، لكن مخالفة جديدة، كرة جديدة ومحاولة جديدة. هذا لامين ساماتي الذي كان يتحدث مع حكم المباراة على وجود شد من الخلف، ويتوجه بالأمر إشار ورقة صفراء. أمامك محمد حسن كوجي في اللقطة الأخيرة الذي تدخل على اللاعب محمود أحمد في اللقطة الأخيرة، وتحصل محمود على ضربة حرة مباشرة. كرة تعود لصالح نادي أمانة بغداد من خلال ضربة حرة مباشرة. الآن علي عبد الجبار وحديث حكم المباراة الرابع السيد أميد مصطفى، والآن أمجد كامل في حديث مع حكم المباراة على المخالفة على الجدار. هذه جماهير النجف الوفية الحاضرة التي تطرب وتنتظر عودة الفريق. هدف مقابل لا شيء إلى الآن، التقدم يأتي. ضربة حرة مباشرة أيها الأحبة من خلال المنفذ الذي واضح أمامكم. هل من الممكن أن نشاهد هدف أيمن رزيج مع زيدان عبد الجبار في هكذا مكان وفي هكذا كرة على مرمى الحارس أمجد رحيم؟ هل هنالك زأرة لأسود العاصمة في هذه اللحظات؟ هل في عودة الآن زيدان ورزيج وتسديد الكرة بوجه القدم، لكن الكرة ردها الجدار البشري، والمحاولة وصلت الآن على الطرف. محمود أحمد والتسلل على محمود حاضر، والراية ترفع من المساعد على أن محمود في موقف غير شرعي. المساعد الثاني حسين وائل رفع الراية وأعلن عن وجود التسلل. تسلل واضح وصريح أشار إليه مساعد الحكم في اللقطة الأخيرة، وبالتالي هنا واضح وجود الضربة الحرة الغير مباشرة أيضا بعد تأكيد التسلل وصحة التسلل. إذن أمجد رحيم على تنفيذ الكرة. 10 دقائق من اللعب شاهدنا فيها هدف سجل لصالح فريق نادي النجف عن طريق اللاعب إدريس نيانج الذي وضع كرة أرسلت من خلال الكرة الثابتة رأسية إلى محمد جاسم الذي أرسلها على المرتاح لإدريس نيانج. محمد وصل إلى كرة محمد حسن، لاعب تواجد في الخطوط الأمامية يعطي خطورة كبيرة. حمزة عدنان يلعب الكرة من خلال محمود أحمد إلى زيدان عبد الجبار. الآن أوراق جديدة في نادي أمانة بغداد. 10 جبار كريم حاضر مع رقم 33. اللاعب هنريك بيرناردو كرة تعود مرة أخرى لأمانة بغداد من اليمين. نقلة عالية في انتظار رؤوس، لكن علي فائز هو الأقرب. ميلاد والرأسية، رأسية جديدة ومحاولة تلعب الآن في انتظار تسديدة من أيمن، لكن الكرة اصطدت لتصل مباشرة إلى حارس المرمى أمجد رحيم. كرة تعود وتصل لمصلحة البشير. رأسية من علاء عباس، عادت إلى علاء، افتك الكرة علاء، يحاول لوحده علاء، قدم تريد أن ترى الشباك. علاء عباس اشتاق إلى تسجيل الهدف، وأنا أشعر بأن علاء عباس سيسجل الحركة والبطء والحامل البدني واضح على علاء عباس. ميلاد فلاح في الأمام، حمد عبيد على الكرة، حمدي يحاول لكن إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب من دفاعات نادي أمانة بغداد، أو عفوا من دفاعات النجف. إذن
سفيان يغادر، يشترك العشرة جبار كريم صاحب أول أهداف أمانة بغداد في دوري نجوم العراق. والرقم 33 يشترك أيضا بدلا عن زيدان عبد الجبار. هنريك برناندو، هذا البديل. كرة تعود لصالح أمانة بغداد، تغييرين في آن واحد، سفيان مع زيدان. المغادرة تمت، والكرة التي تصل مباشرة إلى أحضان حارس المرمى. إبعاد للكرة، والكرة تصل مرة أخرى بهذا المرور. هذا بينو فلافيو، هنريك برناندو، هذا صاحب الهدف لأول انتصار لنادي أمانة بغداد. محمد المرمور السوري بديلا عن من؟ المغادر رضا محمد حاكم. هو البديل إذن رضا. ساعة من اللعب، إذن المرمور يشترك في هذه اللحظات. ورضا يغادر، تغيير هجومي، وكرة فيها تدخل، مطالبة بخطأ لكن ارتداد. هذا البشير لعب الكرة إلى الأمام، محمد حسن على عباس قريب، والكرة تلعب باتجاه البشير في انتظار كرة. البشير هل يمرر؟ يا البشير، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا ضيعت يا أناني؟ البشير في الكرة الأخيرة كان أناني، وهنا أمجد كامل. لاحظ أمجد أشار إلى لمسة يد على البشير. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية في هذه اللحظات. في وسط الملعب لصالح نادي النجف، هذا إدريس نيانج، بانوم قريب، راحت على إدريس وهذا البشير، بينما كرة فلافيو، والمحاولة وصلت إلى أمجد رحيم، محاولة بينو فلافيو الأنغولي. تعود الكرة لصالح نادي النجف، محاولة مرة أخرى، قطعت من لاعبي أمانة بغداد سرعان ما تم فقدان الكرة. وهذا أحمد عبد الحسين، مخالفة في وسط الملعب يشير إليها حكم المباراة.
بعد التدخل الأخير على إدريس نيانغ من ميلاد فلاح، أو تدخل مشترك لمن أعطى المخالفة حكم المباراة لإدريس نيانغ بعد هذا التدخل الأخير. استلام بالصدر من جبار. أحمد عبد الحسين، كرة عالية إلى أمجد رحيم. الكرة العالية هنا رأسية، بينما البشير في وسط الملعب. هذا محمد حسن يلعب المحاولة إلى المرمور بالكعب، ممتازة بالخبرة من المرمور، وتدخل ومخالفة لصالح نادي أمانة بغداد. في الخلف دفاعات أسود العاصمة، محاولة العودة إلى المباراة، محاولة تصحيح المسار. يعني فريق حقق انتصارين وخسر في 3 مباريات ويبحث عن انتصار جديد. هنا كرة، هنا تدخل يأتي ومخالفة، ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة. هذا محمد حسن والشبر كرات ومحاولات ومطالبة بخطأ، لكن حكم المباراة يقول افتكاك للكرة. خروج بالكرة في وسط الملعب، قاسموف قريب، كرات طويلة كثيرة في فريق أمانة بغداد، كل التحولات فيها تمرير خاطئ، بينما كرة تلعب الآن، هذه واحدة لعبت إلى البشير، كرة طويلة كانت ممتازة من جانب لاعبي نادي النجف، وصلت مباشرة إلى البشير لكنها لم تكتمل بسبب وجود الجامبي لامين سمات. لاحظ التعثر الذاتي، وحكم المباراة لم يعطي مخالفة. علي عبد الجبار في طريقه إلى تغيير جديد ربما. عالية الكرة في منطقة الجزاء، لكن مباشرة إلى حارس المرمى وسام علي. مخالفة لوسام. محاولة وكرة تلعب إلى الأمام. أحمد عبد الحسين، جبار كريم اشترك لكن لم نشاهد. كرة وصلت إلى جبار، واقف في الجانب البعيد، وكل التحركات لم تذهب بنا إلى دخول جبار. حسام محمد لا زال يحافظ على ورقة محمود أحمد، غير المهاجم وغير أيضا صانع لعب وغير لاعب الجهة اليمنى. محمود كان على اليمين وزيدان على اليسار، بعد ذلك غير في المراكز. حمزة عدنان يحاول، حمزة محطة في نوروس في الكرخ مع الطلبة مع القوى الجوية مع الميناء.
فلافيو يحاول فيها، الأنغولي يمرر بكرات ومحاولات. باختيار قاسيموف، نقلة وكرة في عمق الدفاعات، بينما علاء عباس يحاول ينطلق. علاء عباس كالسهم يذهب إلى الأمام. الأباتشي يحاول، بماذا يفكر؟ يلعب الكرة باتجاه المرمور، لكن كرة علاء عباس، كرة علاء عباس. ضاعت وذهبت إلى دفاعات نادي أمانة بغداد. باختيار قاسيموف في الوسط، مخالفة ضربة حرة مباشرة تأتي الآن. يعود بإشارة جديدة حكم المباراة واستمرار جديد، ومحاولة الأوزبكي تلعب الكرة من خلال جبار كريم على الطرف. المحاولة التي تعود فيها الخلف، قاسيموف يلعب الكرة إلى الأمام. قاسيموف يحاول فيها، قاسيموف وينتظر زميل محمود أحمد يتقدم. فتح اللعب، عملية مرور، تدخل من علي فائز، نقلة على الطرف لأحمد عبد الحسين. الكرات العالية، وأمجد رحيم هو المصير. أمجد رحيم هو المصير في كل الكرات العالية. كرة وصلت إلى حارس مرمى نادي النجف أمجد رحيم. عادت مرة أخرى محمد حسن. 1-0 حتى الآن، هدف واحد لا يكفي لضمان انتصار. مباشرة من المدافع إلى حارس مرمى نادي أمانة بغداد. بداية سريعة، ميلاد الذي تمحور في الوسط كلاعب وسط. على الأطراف، إذن الأنغولي يأخذ مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن. ضربة حرة مباشرة تأتي إلى فلافيو مع بطاقة صفراء. حيدر كريم واعتراف، ويبدو أن هنالك بطاقة صفراء. هنا التدخل الذي كان في اللقطات الماضية. هنا سيد عصام حمد، عادت الكرة. فلافيو الأنغولي يمرر كرة إلى ميلاد، لمسة وهتخط جميلة لكن لم تكتمل. بينما كرة تنقل إلى الأمام، ضغط على عباس في اللقطة الأخيرة، رأسية وكرة تلعب، لكن لا يتمكن في هذا الضغط من الحصول على الكرة على عباس. سريعة إلى ميلاد فلاح، عاد إدريس، بينما نقلات محمود، وتعود الكرة في الوسط. عملية المرور، محمد حسن يلعب الكرة إلى البشير، يبحثون عن كرات في الفراغ للبشير، أماكن يجري بها البشير يواصل على عملية الركض. هذه كرة إلى خارج أرضية الملعب، لم يتمكن من اللحاق بها البشير. رضا فاضل مع جعفر عبيس، ثنائي في الهجوم. هذا العشرة رضا فاضل لاعب النفط، رضا فاضل لاعب كربلاء. وجعفر عبيس الوافد من الكرخ. محمد حسن يغادر مع علاء عباس، وعاد حمزة عدنان ليتمحور على اليسار. تغييرات هجومية يدفع بها سيد علي عبد الجبار، ربما شعر المدرب بأنه الوقت المناسب للهجوم. باختيار قاسيموف، نقلة في الأمام. حمد عبيدي
حمدي يحاول، حمدي يلعب الكرة باتجاه العشرة جبار، لكن إبعاد الكرة إلى ركنية. باختار قاسموف على تنفيذ الكرة والمحاولة في منطقة الجزاء. أوه يا حمدي، أوه ماذا ضيعت يا عبيدي؟ ضاعت المحاولة من حمدي عبيدي التونسي صعب 23 سنة، رافد من الإفريقي حمدي عبيدي. كرة قوية كانت واصلة إلى حمدي عبيدي، لعبها عالية، بينما لنادي النجف تعود المرمور يضغط. محاولات الكثافة الهجومية، حاول الحصول على مخالفة المرمور. أمجد كامل قريب قال لا مخالفة في الكرة الأخيرة. على 1-0 على كرة إدريسا أنيانج، الأمور تسير. حمدي عبيدي، علي فاز يضغط على حمدي، عقدت الكرة. فكرة حلوة من أن يتقدم فلافيو في الكرة الأخيرة. بينيو فلافيو، لكن بينيو اختار الوقوف، الانتظار. سلامات علي فاز، يطلب التنفيذ السيد أمجد كامل. على الصافرة، لاحظون المرمور وإصابة المرمور. هل عباس ياسين تدخل على المرمور؟ تقنية الفيديو تعمل تشيك، هل في كارت أحمر؟ هنالك تأكد من السيد سالم عامر. مواصلة اللعب، الخيار الذي سار عليه حكم المباراة. هنا إبعاد من جانب لاعبي نادي النجف، رمية جانبية نفذت لامين رضا فاضل، لاعب يعطي ثقة في الهجوم. محاولة تصل إلى وسام علي، حارس المرمى وسام، بينما كنترول من بانو ممتاز. كرات سريعة والمحاولة تصل في هذه اللحظات عند المرمور. جعفر مع رضا، الكل تقدم. إدريسا في مكان، يبحثون عن لاعبين أحرار، لاعبين بعيدين عن المراقبة. هذه كرة من شبر، إلى أين يا شبر؟ ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. البشير مع علاء عباس مع رضا محمد حاتم ومحمد حسن، 4 غادروا. كرة إلى فلافيو، بينيو فلافيو الأنغولي، كرة عالية وارتقاء موجود من جبار كريم. يأتي الإبعاد في هذه اللحظات، والكرة وصلت إلى أين؟ وصلت إلى أحمد عبد الحسين. قاسموف الأوزبكي في الوسط يحاول يلعب الكرة، نقلة ومحاولة تصل إلى أمجد رحيم. هذا أمجد رحيم، حارس مرمى نادي النجف، يبحث عن كلين شيت جديد. إبعاد الكرة، الهدف الذي سجل نادي النجف هو العاشر في مرمى أمانة بغداد والسابع لنادي النجف هذا الموسم. هنا أمجد رحيم عمل مسك للكرة الأخيرة وطلب
دخول الكادر الطبي يبدو أن الحارس يعاني من إصابة. هذا السيد علي عبد الجبار يتطلع إلى فوز جديد. وعصام حمد لا يريد خسارة جديدة، لا يريد الخسارة الرابعة. هنا الهدف والمتابعة الرائعة من إدريس، والكرة التي لعبت من جانب اللاعب شبر أو عفوا محمد جاسم. فرحة في الكادر التدريبي لنادي النجف. إدريس صاحب الهدف ولقطات على السنغالي، بينما كرة ومحاولة وصلت مباشرة إلى حارس المرمى أمجد رحيم. هذا أمجد رحيم الذي تصل إليه الكرة. دوري يواصل بصدارة لإربيل الذي يتقدم الجميع، واصل إلى النقطة 16 ومحاولة الآن إربيل والغراف وديالا، لا خسارة حتى الآن. كرة وتمريرة لكن لا مخالفة، يقول حكم المباراة. يعود إلى مخالفة لصالح أمانة بغداد، الإشارة التي تكون من جانب حكم المباراة السيد أمجد كامل الذي أشار بأن المخالفة لفريق أمانة بغداد. عادت الكرة لأسود العاصمة، الفريق الأبيض يحاولون العودة. هل من عودة؟ هل تكتب العودة؟ هذه كرة عرضية، جبار برأسية واصلة، لكن تدخل من جانب علي فاز، والمحاولة تعود. رضا فاضل يضغط، لامين ممتاز، لاعبي النجف الأغلبية في مناطقهم، بينما كرة الآن إلى شبر علي، شبر المرمور، وهذا لف ودوران ممتاز، محاولة تلعب إلى الأمام. نقلت الكرة من المرمور إلى جعفر عبيس، بينما كرة قوية تسدد من هذا المكان من جانب البشير. بشير الحاضر، هنا ضغط من البشير. نعم البشير لم يغادر، بينما اللقطات والمحاولات الآن تصل بلاعبي نادي النجف إلى مناطق فريق أمانة بغداد. في انتظار التمريرة يا بنوم، في انتظار واحدة يا بنوم، ممتازة من بنوم، سقط المرمور، لا وقت للسقوط يا محمد، ولكن كرة عادت مرة أخرى. هنا جبار كريم، خذ انذار، خذ انذار يا مرمور. سريعة الكرة، محاولة جبار الآن، لا زالت الكرة. محمود أحمد يسدد وإلى أمجد رحيم، كرة مباشرة تذهب إلى أمجد رحيم. هذا محمود أحمد الذي حاول التسديد دون الجدوى في الكرة الأخيرة. تغييرين للسيد علي عبد الجبار ما تبقى، لأنه لم يجري 4، أجرى 3. غادر علاء عباس، وغادر رضا محمد حاتم، وغادر محمد حسن. سلامات للمرمور. هنا شد على جبار الذي سقط في الكرة الأخيرة. جبار آخر مباراة بين الفريقين كانت بالنجف وانتهت بال1-1. هنا تقدم، قطع للكرة يقول حكم المباراة في إياب موسم 23-24. محمد قاسم مع فلوران ديدر سجل للفريقين. محمد قاسم ماجد اللاعب الذي يلعب الآن في نادي الزوراء. آخر تغييرين لأسود العاصمة أيضا، دخل جبار، دخل فلافيو، والآن قاسموف يغادر. باختيار قاسموف أن نشاهد التغييرات، وغادر ثاني كان ماذا دفع السيد عصام حمد.
إذا كرة في الأمام لأمانة بغداد. جبار يحاول، جبار ينجح في المرور، يسدد الكرة، تعود مرة أخرى. مصطفى فلاح بديلا لقاسموف. مصطفى فلاح مندب، وهذه كرة عالية، هو مرت وهنالك لمسة يد وضربة حرة غير مباشرة أو مباشرة مع بطاقة صفراء. نعم، لمسة يد متعمدة. حمد عبيدي يأخذ انذار. تصرف من لاعب محترف، أمر غريب. صفاء هادي مع سجاد رعد. هل يعود سجاد رعد أيام كربلاء وأيام التألق مع كربلاء إدريسا؟ كأنه غاضب على تغيير إدريسا. صفاء هادي الوافد من القوى الجوية يلعب في وسط الملعب، تنشيط لخط الوسط، والبشير يغادر. انتهت تغييرات النجف. هذا سجاد رعد يشترك الآن. سجاد رعد حاتم يعود إلى البيت الأزرق. إذن رمية جانبية. هذا حمد عبيدي مخرج المباراة يعيد لقطة لمسة اليد. تقنية فيديو أمور كثيرة هنا يا حمدي عبيدي. شبر صفاء، سلسلة تمريرات، قطع الكرة، افتكاك وكرة تعود مرة أخرى. جبار يطالب بضربة حرة مباشرة. عينك على جبار الذي يسجل أهداف جميلة. أول هدف في الدوري كان لأربيل أو عفوا لأمانة بغداد في مرمى ديالا، كان عن طريق جبار كريم. حقيقة فريق أمانة بغداد كان سيء جدا في المباراة، لاستثناء هدف في غولي لا خطورة على مرمى أمجد رحيم حتى الآن. فريق معروف بأفضليته في الفئات العمرية، فريق أمانة بغداد، لاعبين مميزين في الفريق الرديف وفي فريق الشباب. يعني لو تغيرت سياسة النادي وتم إعطاء الفرصة لهؤلاء ربما نشاهد مشهد مغاير، لأن اللاعبين على مستوى عالي حقيقة وانتدابات كبيرة، لكن لا حلول. بعض الأحيان لا يكون الحل في المدرب، الحل في الخيارات. كرة تعود مرة أخرى، واصل عند حيدر سالم عطار القادم من الميناء. حيدر تعود الكرة ورأسية مرة أخرى. عادت كرة في الخلف لصالح فريق أمانة بغداد. محاولات ودقائق من أجل البحث عن هدف التعادل. ما تبقى إلا القليل على نهاية الأحداث، والأمور سائرة على تقدم نجفي بهدف مقابل لا شيء. تقدم لغزلان البادية مع عودة هذا الفريق الذي بعد إقالة المدرب المصري تغيرت الأمور مع رحيل محمد عبد العظيم والاتيان بعلي عبد الجبار. والآن 1-0 النتيجة التي تشاهد فيها المباراة تسير بتقدم هذا الفريق بعد أن فاز على الطلبة أيضا، ولم يكن ذلك الفوز صدفة أبدا. هذا الجواب الذي يأتي في هذه المباراة. نقلة إلى الأمام. أين رضا وأين جعفر عبيس؟ أين بدلاء علي عبد الجبار؟ محاولة الضغط في الخط الأمامي. نقلة باتجاه فلافيو، تعود مرة أخرى
بينيو فلافيو الأنغولي، لا مخالفة يقول الحكم، وكرة عالية، وهنالك عندك انذار، عندك انذار يا حمدي، قد تكلف فريقك خسارة لاعب. يا جبار، وصلت مرة أخرى تسديدة إلى خارج أرضية. 17 في فريق أمانة بغداد. مصطفى فلاح سدد الكرة، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تحذير من أمجد على حمدي عبيدي. على أنه تحايل على حكم المباراة. هذا فلافيو مع شبر، كانت مطالبة بمخالفة من جانب لاعبي نادي النجف، لكن هنا حمدي عنده انذار. الإشارة من السيد أمجد كامل تأتي على المواصلة. وكرة تعود مرة أخرى، استدام في وسط الملعب. سلامات لكلا اللاعبين، سلامات لحيدر سالم والسلامات لجعفر عبيس. ما هو القرار من حكم المباراة سيد أمجد كامل؟ الرأسية الحاضرة، هذا جعفر عبيس. الدقائق انقضت، ما تبقى منها إلا نصف دقيقة، وانتهى بعدها الوقت الأصلي. 1-0 لأسود العاصمة، أو عفوا لغزال البادية على أسود العاصمة. فريق أمانة بغداد متأخر حتى الآن، وفريق النجف يواصل التقدم في سلم الترتيب ليصل إلى المركز 13 في انتظار بقية النتائج. وأمانة بغداد أيضا ب6 نقاط يتراجع إلى المركز 14. تعود الكرة مرة أخرى. النجف سيضيف القوة الجوية في الجولة السابعة في النجف، ويذهب إلى دهوك هنالك في الشمال. 7 دقائق من أمجد كامل كوقت مضاف. أيضا سيضيف النفط مرة أخرى لحساب الجولة التاسعة في النجف. وهنا رزيج يغادر، باختيور. هذه التغييرات السابقة، دخل حيدر سالم ودخل أيضا مصطفى فلاح. تعود الكرة ونقلة لصالح لاعبي نادي النجف. رضا فاضل، سقوط من جانب رضا. لامين سمت افتك الكرة، والراية بوجود مخالف. أمانة بغداد الذي سيلعب في الجولة السابعة أمام الطلبة، اعتقد في ملعب الساحر أحمد راضي اكتمل الملعب. سيذهب إلى نوروس وسيعود إلى بغداد في الجولة التاسعة ليواجه الشرطة. بعد ذلك يذهب إلى دهوك وزاخو على التوالي، ويعود لاستضافة القوة الجوية. المباريات القادمة كلها صعبة لفريق أمانة بغداد، ولا محطة سهلة أبدا لفريق أمانة بغداد. أين النجف في الجولة العاشرة؟ سيواجه فريق القرمة في ملعب الرمادي. وهنا كرة عالية، الرأسية التي تأتي الآن، إبعاد يأتي والكرة تذهب إلى المناطق الأمان. فلافيو ورضا يضغط. علي فائز يطلب من الفريق تقدم إلى الأمام بعد إبعاد هذه الكرة. عباس ياسين عاد لهذه الكرة. فلافيو، مصطفى فلاح، لامين ساماتا. تدخل مخالفة إلى لامين في هذه اللحظات، مخالفة بعد تدخل جعفر عبيس على لامين ساماتا.
بعد هذه المباراة ستكون مباراتين أيضا. قوة الجوية يضيف فديالة في ملعب المدينة، وهذه كرة سددت من جبار كريم كانت قريبة من العارضة الأفقية. جبار يندب حظه. تعادل سلبي تسير مباراة الغراف وزاخو. هذه نقلة واستلام من مصطفى فلاح وجبار سدد كرة إلى خارج أرضية الملعب وكانوا يعاتب الحظ. أيضا دهوك والنفط. ستكون مباراة متزامنة مع مباراة القوة الجوية وديالة. عادت كرة في الخلف، عادت محاولة استلام من جانب حمزة عدنان بكنترول وإبعاد الكرة إلى الأمام. يتابع كرة أحمد عبد الحسين، خرجت إلى خارج أرضية الملعب. إبعاد من حمزة عدنان، تفوق دفاعي. حمزة يقدم مباراة ممتازة. دقيقة 95 مشاهدينا الكرام، سنلعب حتى الدقيقة 97. لا زال الوقت يمضي على تقدم نجفي بهدف مقابل لا شيء. حمدي عليه مخالفة في هذه اللحظة. إذن كرة من جانب أمجد رحيم، انتهت بال1-0. رقم جديد يضاف إلى أمجد رحيم، شباك نظيف للمباراة الثانية على التوالي بعد 4 مباريات تلقى فيهم أهداف. هذا سجاد رعد خادم من القرمة. سجاد، وهنا الرمية الجانبية. حاضرة، كرة عالية، محاولة إرسال العرضية لكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب من جانب ميلاد فلاح. هذا جعفر عبيس كاظم، اللاعب الذي برز وبزغ نجمه مع الكرخ. حمزة عدنان، كرة رأسية، تقدم إلى الأمام مصطفى فلاح، الكونتر أتاك، تمريرة إلى ميلاد فلاح. هنا محاولة إرسال الكرة في الأمام لكن حمدي عبيد يتدخل على حمزة عدنان، يبعد الكرة حمزة عدنان. وهنا كرة، عملية الهروب بالكرة الآن، فرصة في انتظار تقدم رضا فاضل أمام لامين سماتا. رضا يتقدم الآن، رضا يحاول أخذ كرة في الطرف، رضا فاضل تدخل وكرة إلى خارج أرضية الملعب. مطالبة بضربة حرة مباشرة لصالح رضا فاضل. كان بإمكان رضا إعادة الكرة مباشرة إلى جعفر من أجل عملية التكنيك المباشر. يطلب من وسام علي وضع الكرة على الخط وعدم التنفيذ حتى يأتي جواب الفار. سليم الحالة، يطلب المواصلة حكم المباراة. إذن أيها الأحبة في هذه الثواني فوز جديد لنادي النجف، فوز جديد لهذا الفريق، ضربة حرة مباشرة مع ورقة صفراء في هذه الدقائق. في طرد على حمدي، اجتهد طرد حمدي عبيد، لاعب داخل بقوة في كل تدخلاته. يغادر بالورقة الحمراء. إذن مبروك لجماهير النجف، مبروك لنادي النجف، مبروك لمدينة النجف هذا الانتصار وهذا التفوق، انتصار ثاني، والفريق يصل من خلال هذا الانتصار إلى النقطة السادسة. حكم المباراة يطلب التنفيذ، وهنا الرأسية الحاضرة صفاء، هذه على كرة صفاء، استعد لإطلاق صافرة النهاية أمجد كامل. هنا كرة، جعفر عبيس يأخذ الكرة في المكان المرتاح، ضغط على جعفر. أيها الأحبة أيها المتابعون، حكم المباراة السيد أمجد كامل ينهي أحداث هذه
المباراة بانتصار فريق نادي النجف على مضيفي فريق نادي أمانة بغداد بهدف مقابل لا شيء. مبروك لنادي النجف، مبروك لهذا المدرب السيد علي عبد الجبار، المدرب المجتهد الذي أينما حل وارتحل، أينما كان النجاح حليفة. وبالتالي هنا انتصار جديد لغزال البادية. هارد لك لأسود العاصمة، على أمل أن نلتقي في أوقات أخرى. أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.